السلام عليكم يا جماعة، إن شاء الله تكونوا بخير. أنا عارفة إن أنا بقالي فترة طويلة جدا ما نزلتش أي فيديوهات، ده علشان في حاجات كتير حصلت في حياتي الفترة اللي فاتت. للناس اللي مش عارفة، أنا عايشة في تركيا. الناس اللي مش عارفة برضو، أنا عايشة قريب قوي من أدنا، والزلازل اللي حصلت في غازي عنتاب القريبة قوي من أدنا، وكهرمان مراش اللي برضو قريبة قوي من أدنا. وعشان ما أخشش في التفاصيل وأتعبكم معايا يعني، في أول 3 زلازل كانوا بجد جامدين جدًا وحسينا فيهم أنا وعيلتي. الناس اللي مش عارفة، حصل الزلزال يعني الصبح يعني وإحنا نايمين، بعدين حصل الضهر وحصل واحد بعده بالليل، فكل ما كنا بنقول إن خلاص الموضوع عدّى كان بيحصل حاجة أسوأ. الموضوع كان صعب جدًا عشان أنا كنت بجد نايمة في السرير، وبعدين لقيت الدنيا كلها بتتهز، وأول حاجة قُلت لنفسي إن ممكن أكون أنا بأفور أو ممكن في حاجة غلط أو ممكن أنا باحلم. لمّا شُفت إن البتاع ده، مش عارفة لو أنتم شايفينه، الضوء بتاعي ده كان عامل كده، ساعتها اتأكدت إن في حاجة بتحصل فعلًا. ما كناش متوقعين يعني حاجة زي دي خالص، ومش زي مثلًا دلوقتي إحنا ممكن نتوقع إنه في زيادة مثلًا في الهزات اللي بتحصل، فممكن يحصل في المنطقة دي مثلًا هزة. ما كناش بنتابع مثلًا علماء بتوع الزلازل اللي بيقولوا ممكن يحصل، وأكيد الله أعلم بالأخير، بس ما كناش متابعين زي دلوقتي. فلما حصلوا أول 3 ما كناش متوقعينهم خالص، وأكيد إحنا أحسن من غيرنا. في ناس كتير ماتت، ربنا يرحمهم يا رب، وناس فقدت بيوتها، في ناس كتير برضو فقدوا ناس بجد، يعني مش بس من أفراد العيلة، ناس مهمة في حياتهم يعني. فإحنا أحسن من غيرنا، ولكن في نفس الوقت إحنا برضو تعرضنا لصدمة كبيرة جدا، في توتر رهيب يعني من كل الناس اللي أنا أعرفها حواليا وعلى السوشيال ميديا وكده يعني. وهو ده سبب غيابي الأساسي. والناس اللي مش عارفة أنا بذاكر أونلاين، برضه اضطريت إن أنا أأجل تقديمي للأسايمنتات بتاعتي، يعني الوظايف بتاعتي، بسبب الزلزال، عشان كان مؤثر فعلا على يومنا بشكل كامل. الواحد كان دايما مستعد إن هو ينزل من البيت في أي لحظة. لما كنت مثلا بستحمى لازم أستحمى فترة قصيرة جدا وأطلع على طول، ما ينفعش أطول، مش أنا بس، كلنا يعني. تفاصيل زي دي يعني بسبب الزلزال. فهو ده سبب غيابي وتقصيري معاك. وبعدها على طول زي ما قلت لكم إن أنا قصرت في تقديم الوظائف، فاضطريت آخد حاجة زي إعفاء من إن أسلم الوظائف، وأسلمها بعدها بفترة، يعني فترة قصيرة. فالفترة بعد الزلازل بقى، بعد ما هديت، كنت مشغولة ومسحولة في المذاكرة. أنا حصل معايا حاجة، عارفين لما تكونوا انتوا يعني تعرضتوا لحاجات كتير في حياتكم، وبعدين تقعدوا كده وتفكروا في اللي حصل ده. هو ده اللي حصل معايا فعلا. نفسيا الموضوع كان صعب جدا، عشان كنت حاسة ان كل ده حصل. كنت برضو قبلها، الناس برضو اللي مش عارفة، كان من المشاكل الصحية كان عندي جرثومة في المعدة. جرثومة في المعدة علاجها مش زي أي حاجة عادية، اللي هو مثلا برد باخد دواء أسبوع وخلاص. الجرثومة بجد بجد أخدت وقت طويل جدا لغاية ما أنا أول حاجة اكتشفتها، تاني حاجة لغاية ما عالجتها، وتالت حاجة لغاية ما قدرت إن أنا أخلص من تأثيرها على حياتي بشكل عام. الجرثومة كانت عاملة لي مشكلة إن أنا ما كنتش عارفة آكل حاجة من غير ما معدتي تقلب. أنا كنت باقعد يوم كامل معدتي بتقلب. كنت بقى باخد دوا بتاع قلبان المعدة قبل ما آكل وبعد ما آكل. ما كنتش باعرف آكل أي حاجة حلوة، ولغاية دلوقتي مش قادرة إن أنا آكل كل حاجة زي ما كنت زمان. أنا الناس اللي عارفاني زمان، أنا كنت بجد متهورة في الأكل، باكل أي حاجة أنا عاوزاها، مش باحسب، وكنت رفيعة جدًا وكده يعني. بعدين حصل معايا مشاكل في الغدة بتاعتي، وبعدين بقى اكتشفت إني عندي جرثومة بعد فترة طويلة من اللي هو زي ما أنا قُلت لكم. عملت تحاليل ورُحت للدكتور، فقال لي إن أنتِ عندِك جرثومة في المعدة ولازم تاخدي الأدوية دي. كنت باخد حوالي 6 حبايات في اليوم لمدة 14 يوم. ال6 دول لازم آخدهم كل يوم في وقت معين، ولازم آكل في وقت معين، وما ينفعش آكل أي حاجة مبهرة زيادة، فيها طعم زيادة، اللي هي يعني أكل بجد معين جدًا كده محدد. وأنا أصلًا إنسان مش باكل أي حاجة يعني، فصعب جدًا، كان بجد الوضع صعب. ما كانش ليّا أصلًا نِفْس إن أنا آكل أي حاجة خالص عشان موضوع قلبان المعدة. فبعد ما أخدت الدوا وبعد العلاج بفترة، أول ما خلّصت العلاج كنت بجد يعني الوضع كان صعب جدًا. كنت اللي هو مش نِفْسي آكل، بس هو بدأت شوية إني آكل أكتر، بس كان معدتي برضه بتقلب. فالوضع صعب جدًا، ولغاية دلوقتي على فكرة بتقلب يعني، مش اللي هو مش بتقلب، بس أحسن من قبل يعني، الحمد لله رب العالمين، وأتمنى إن يفضل بتحسُّن. والمشكلة بالجرثومة إنك تشيلها صعب جدًا من جسمك، يعني أنت مضطر تعمل كذا تحليل عشان تتأكد إن هو فعلًا طلع من جسمك، ولو رجع تاني لازم تاخد نفس الأدوية بس أدوية مختلفة عشان جسمك ما يكونش عمل اللي هو مناعة يعني من الأنتيبيوتيك اللي أنت بتاخده. كنت باخد 4 حبايات في اليوم أنتيبيوتيك، وكنت باخد 2 اللي هم مضاد حموضة. فكان الوضع صعب، الحمد لله عدّى.
وبس أنا حبيت إن أنا أصور الفيديو ده عشان أقول لكم سبب غيابي، عشان ما حدش يزعل مني أو يفتكر إن أنا اللي هو مكسلة. أنا مش مكسلة، بس أنا دي آخر سنة ليا في الجامعة، فلازم أشتغل اللي هو أكتر من قبل يعني، وفي نفس الوقت كل الحاجات اللي حصلت دي فوق بعض، فهو ده اللي كان يعني مصعب الدنيا، وعشان كده ما كنتش بصور فيديوهات وما عنديش وقت إن أنا أصور فيديوهات. فأتمنى إن انتوا تعذروني، وإن شاء الله الفترة الجاية هحاول إن أنا أنزل فيديوهات أكتر. وبشكركم كلكم على دعمكم الدائم وعلى سؤالكم. في ناس كتير بعتت لي وسألت عليا، قالت لي انتي فين مختفية فين، فشكرا جدا بجد. أتمنى لكم كل السعادة في الدنيا، وأتمنى لكم إن انتوا ما تعيشوش ولا تشوفوا الربع اللي احنا شفناه. أنا مكنتش أتخيل إن أنا ممكن أعيش زلزال، لأ 3 4 زلازل كمان ورا بعض يحصلوا بالقوة دي بالطريقة دي. بجد كانت حاجة مخيفة جدا، لغاية دلوقتي ليها تأثير. يعني لما حاجة بتهز أو تترعش أو كده، اللي هو واحد بيخاف. مفيش حاجة بيرفكت في الحياة، مفيش حاجة كاملة. أتمنى لكم يوم سعيد، وأنت بتسمع الفيديو لغاية دلوقتي فشكرا جدا بجد. وزي ما بقول في كل فيديو إن شاء الله أشوفكم على خير. مع السلامة.